السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل أي حاجة اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. النهاردة إن شاء الله هنقول مع بعض تفسير رؤية اسم عبد الله في المنام. وحابة أذكركم إن تفسير الأحلام ما هو إلا اجتهادات ولا يعلم الغيب إلا الله سبحانه وتعالى. رقم 10، اسم عبد الله في منام المرأة المتزوجة بيدل على الرضا والاستقرار في حياتها الزوجية، وكمان بيدل على الحمل القريب بأمر الله وبشرى ليها بمولود ذكر، ومن الممكن جدا انها تسميه اسم عبد الله. كمان احيانا بيكون دليل على ان زوجها او احد ابنائها هيكون صالحا وبر بيها، والله تعالى اعلى واعلم. اسم عبد الله في منام المرأة الحامل بشرى ليها بمولود ذكر، وان شاء الله هيكون اسمه عبد الله او ليه صفات طيبة ومحمودة جدا، ومن ان شاء الله هيكون ذرية صالحة. وكمان بشرى ليها بسهولة الولادة والبركة في طفلها بأمر الله، وانه هيكون بر بيها، والله تعالى اعلى واعلم. كمان العزباء اللي بتشوف في منامها اسم عبد الله في المنام بيدل على قرب ارتباطها برجل صالح وتقي بيحمل صفات حميدة، ومنها التدين والالتزام، وإن شاء الله هيكون ميسور الحال، والله تعالى أعلى وأعلم. كمان بيدل على دخولها مرحلة جديدة مليئة بالخير والبركة، والله تعالى أعلى وأعلم. المرأة المطلقة اللي بتشوف في منامها اسم عبد الله في المنام بيدل على فرج قريب وزوال فترة الهموم والغموم اللي بتعاني منها، وزوال الأزمات المادية والنفسية اللي بتعاني منها في الفترة الحالية. بعض الأحيان بيكون بشرى ليها بدخول رجل تقي صالح لحياتها، وهيسعدها ويكون خير سند ليها أو خير عون ليها. كمان الرجل المتزوج اللي بيشوف في منامه اسم عبد الله في المنام بيدل على البركة في حياته، وإنه رجل من بيحاول يتقرب من ربنا سبحانه وتعالى، وبيحاول يربي أبنائه على التقرب من الله سبحانه وتعالى. والشاب الأعزب اللي بيشوف في منامه اسمه عبد الله في المنام بيدل على ارتباطه في الفترة القادمة بأمر الله من فتاة صالحة. وكمان هو بيدل أيضا على حسن تدينه وحسن خلقه وسماته الطيبة اللي معروف بيها بين الناس، والله تعالى أعلى وأعلم. المديون اللي بيشوف في منامه اسم عبد الله في المنام بشرى ليه بأمر الله تعالى بزوال همومه وقضاء دينه في الفترة القادمة، والله تعالى أعلى وأعلم. كمان رؤية اسم عبد الله في منام الطالب بتدل على حسن خلقه وتدينه والتزامه، والله تعالى أعلى وأعلم. اسم عبد الله في المنام دايما من الأسامي الجميلة اللي بتدل على قدوم خير وبشرة خير صاحب الرؤية أو صاحبة الرؤية.